أكتر من تلت حياتنا بنقضيه وإحنا نايمين، من كل 24 ساعة بنعيشهم إحنا بننام منهم حوالي 8 ساعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أنا أحمد محمد جريد 11 في ستيم البحر الأحمر، وفي الفيديو دوت إحنا هنتعرف على السليب سايكل. في البداية كده بيقول لك sleep cycles are an essential part of how our bodies regulate rest and recovery. بيقول لك إن السليب سايكلز هي حاجة مهمة بتعبر عن فكرة إزاي جسمنا بينظم عملية السكون والراحة بتاعتنا وبيريكفر جسمنا عشان يخلينا نستعد لليوم التاني. Each night we typically go through several sleep cycles each lasting about 90 minutes. بيقول لك إن في كل ليلة إحنا بندخل في شوية سايكلز من النوم، كل واحدة فيهم بتستغرق حوالي من 90 ل 110 دقيقة. These cycles are composed of different stages of sleep which are categorized into two main types. بيقول لك إن السايكلز بتاعت النوم أو السايكل الواحدة بتكمبوز من كذا نوع أو كذا ستيج من الستيجز بتاعت السليب. عندنا منهم نوعين أساسيين. النوع الأولاني هو ال non REM sleep، ودي اختصار لي non rapid eye movement sleep، وهي اسمها كده بسبب إن في الستيج دي مش بيكون في أي حركة للعين، العين بتبقى في حالة ريست، بتبتدي انها تسلو لحد ما توصل لمرحله السكون ومش بتتحرك خالص. الستيج التانية اسمها REM sleep، اختصار ليه؟ اختصار لكلمة Rapid Eye Movement Sleep، ودي اسمها كده بسبب ان حركة العين فيها بتبتدي انها تزيد وتتسرع ويبقى في حركة للعين في الستيج دي. احنا قلنا ان احنا عندنا تو ستيجز رئيسيين اللي هو non rapid eye movement او NREM، والستيج التانية اللي هي rapid eye movement او REM. الستيج الاولى اللي هي non rapid eye movement sleep او NREM دي يعني بتكمبوز من يعني another 3 stages، عندها 3 stages تحتها، وهي الستيج الاولى N1 والستيج الثانيه N2 والستيج الثالثه N3. يبقى كده احنا عندنا 4 stages في السايكل بتاعه النوم بتاعتنا. اول واحده N1 N2 N3، والثلاثه دول بيندرجوا تحت مسمى non rapid eye movement sleep او NREM. والستيج الاخيره والرابعه وهي الرابid eye movement sleep اللي هي بتعبر عن نفسها. خلينا نبتدي بأول ستيج N1. بيقول لك it's considered the lightest stage، بيقول لك إن دي أخف مرحلة من كل مراحل النوم. The movement of the eye is slow and it starts after second 2 minutes. بيقول لك إن هي الحركة بتاعة العين فيها بتسلو، وبيقول لك إنها بتبتدي من بعد شوية ثواني لشوية دقايق من بعد ما نحط راسنا على المخدة ونحاول ننام. After some time the sleeping goes deeper but still there is some conscious. بيقول لك إن هي المرحلة دي يعني بنبتدي إن إحنا نتدرج في العمق بتاع النوم، نبتدي إن إحنا ندخل في النوم شوية، بس بيكون لسه في شوية وعي وشوية activity في البرين، مش بنكون relaxing بطريقة يعني خلاص مش بنكون في حالة ريست نهائية، إحنا بيكون لسه في شوية conscious، بيكون لسه في شوية وعي. الديوريشن بتاعتها أو الفترة بتاعتها هي بتاخد حوالي 5% من كل سايكل، بتاخد حوالي 5% من السايكل، وبيقول لك ان هي بتاخد من حوالي من دقيقه لسبع دقائق. فكره الديوريشن بتاعت كل ستيج من السايكلز بتاعت النوم دي بتتوقف حسب حاجات كتير، حسب الحاله اللي حوالينا او الكونديشنز اللي حوالينا. في مثلا اضاءه عاليه، في نويز، الحاجات اللي عندنا لو احنا عندنا امراض، في ستريس، في اكتئاب، ضغط، الكلام ده كله. وكمان بتختلف من سن لسن، على حسب انا لسه طفل صغير لو انا شخص مراهق او انا شخص عجوز. المواضيع دي بتختلف، بتاعه السن بتختلف حسب الفانكشنز او التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل جوه كل ستيج منهم حسب احتياجات كل فئه عمريه، وهنفهم يعني ايه ده دلوقتي. بيقول لك البرين اكتيفيتي في الستيج دي بيكاركترايزد باي ذا ترانزيشن فروم wakefulness تو سليب. يعني البرين اكتيفيتي بيتميز ان هو بينتقل من مرحله الوكفولنس ان انت في حاله استيقاظ تامه لان انت هتبتدي تروح في النوم. بيقول لك انها بتماركت باي ا ريدكشن ان الفا ويفز اللي هي التردد بتاعها ما بين 8 ل 13 هرتز and an increase in theta waves ل 4 ل 7 هرتز. يعني ايه الكلام الغريب دوت؟ يعني ايه هرتز او يعني ايه الفا ويفز وثيتا ويفز؟ ايه جاب الحاجات دي للمخ؟ البرين بتاعنا بيكون عنده شويه ويفز، كل ويفز يعني الويفز دي ايه وظيفتها في المخ او بتشتغل ازاي؟ بتعمل انديوس او زي يعني حث اندكشن، اللي هو تشجيع للمخ على حاجه معينه. كمثال الفا ويفز دي بتعمل حث للمخ على الكرياتيفيتي مثلا،
ولو حابين ان احنا نتكلم عن الويفز في فيديو لوحدهم اوكي احنا ممكن نعمل كده. فالمهم يعني مش هنتطرق ان احنا نعرف عنهم دلوقتي، وهنكتفي ان احنا نعرف ان في الستيج الاولى دي بيحصل ريدكشن للالفا ويفز، يعني الالفا ويفز بتقل اللي هي التردد بتاعها من بين 8 ل 13 هرتز، وبيحصل انكريز في الثيتا ويفز اللي هي التردد بتاعها من بين 4 ل 7 هرتز. بيكون عندنا فيه شويه فيسيولوجيكال تشينجز. اول حاجه البريسنج بيسلو، البريسنج بتاعنا بيبتدي ان هو يبقى اقل شويه. بيقول لك الهيرت ريت بيديكريز كمان، الهيرت ريت بتاعنا بيقل لان مفيش اي مجهود احنا بنبذله محتاج ضربات قلب كتيره. المسلز بتبيجن تو ريلاكس، عضلاتنا بتبتدي ان هي تبقى في حاله استرخاء، وتبتدي ان هي تستعد لمرحله الديب سليبنج. بيقول لك يعني they may still have some activity. بيقول لك على الرغم من كل دوت لكن لسه في شويه activity في العضلات وفي البرين بتاعنا. في شويه significance. اول حاجه الستيج دي هي transitional phase and is often considered the gateway to sleep. باختصار بيقول لك ان الستيج دي بيعتبروها زي transitional phase اللي هي مرحله انتقاليه من فكره الوعي او ان انت صاحي لمرحله ان انت تستعد انك تدخل في النوم العميق، وبيعتبروها زي الجيت واي للسليب، يعني البوابه بتاعه النوم. بيقول لك it's easy to wake someone up during this stage and they may not even realize they were asleep. بيقول لك يعني ايه باختصار، بيقول لك ان في المرحله دي بيكون سهل جدا ان احنا نصحي اي شخص من النوم، والاشخاص دي مش هيفتكروا حتى ان هم كانوا بيناموا. ندخل على الستيج التانية اللي هي N2. بيقول لك it's light sleeping but not like N1. هي دي كمان مرحلة نوم خفيف بس مش بنفس يعني بس مش بنفس مرحلة الخففان بتاعة الستيج الأولى، مش خفيفة زي ستيج N1. بيقول لك the consciousness decrease gradually until it disappears. ان الوعي بتاعنا بيبتدي ان هو يقل تدريجيا لحد ما بيختفي في المرحله دي. الديوريشن بتاعتها بيقول لك ان هي بتاكونت for about 45 ل 55 of total sleep time. هي بتاخد من حوالي من 45 ل 55% من التوتال سليب تايم او توتال السايكلز بتاعه النوم. البرين اكتيفيتي في الستيج دي بيقول لك البرين اكتيفيتي بيديكريز، يعني الاكتيفيتي بتاع او النشاط بتاع المخ بيبتدي ان هو يقل. بيقول لك انها بتكاركترايز باي سليب سبايندلز، ان هو بيكون في بيرث في الرابيد برين اكتيفيتي اوف من 12 ل 16 هرتز. مش هنهتم ان احنا نتعرف على الكلام ده دلوقتي، ممكن نتعرف عليه في وقت لاحق يعني. تمام. بيكون بقى في شويه فيسيولوجيكال تشينجز. اول حاجه البادي تمبريتشر بتدروبس، درجه الحراره بتاعه الجسم بتقل على طول، يعني بتحس ان في انخفاض في درجه حراره الجسم. وكاوبزرفيشن او كملاحظه يعني احنا لو احنا متعودين ان احنا ننام في وقت معين والسكيدجول بتاع السليبنج بتاعنا متحدد، يعني احنا متعودين مش يعني متعودين مثلا بننام الساعه 9 فاحنا كل يوم بنيجي ننام الساعه 9، متعودين بننام الساعه 12 فاحنا كل يوم بنيجي ننام الساعه 12 ومش بنغير في مواعيد يومنا على طول، مش بنغير في مواعيد نومنا. هنلاحظ ان احنا لما بنيجي نقرب من الوقت بتاع النوم اللي جسمنا متعود عليه هنلاحظ ان جسمنا نشاطه بيقل لوحده تدريجيا، ودرجه حراره جسمنا بتقل لوحدها. اوكي، فبيقول لك ان البادي تمبريتشر بيدروب في ال N2. كمان بيقول لك الاي موفمنت بيكيز، يعني باختصار كده الاي موفمنت بقى بيبقى في حاله ريست وسكون وبتثبت مكانها. والهارت ريت بيسلو فارذر، كمان الهارت ريت بيقل اكتر وبيبقى في حاله استابيليتي شويه. بيقول لك the body becomes more prepared for deep sleep. الجسم بيستعد ان هو يدخل في مرحله النوم العميق. عندنا في شويه significance. بيقول لك the stage is critical for maintaining sleep stability. المرحله دي او الستيج دي مهمه جدا عشان نحافظ على الاستابيليتي بتاعه النوم بتاعنا. بيقول لك sleep spiders are thought to play a role in memory consolidation. بتكون مهمه جدا في الميموري consolidation and synaptic plasticity. memory consolidation احنا عارفين يعني ايه، بس مش عارفين يعني ايه synaptic plasticity. في الفيديو التاني اللي نزلناه في البيزكس بتاعت النيورو ساينس احنا عرفنا يعني ايه ساينابس. لما بنيجي نجيب وحدة نيورون ووحدة نيورون خلية عصبية مع خلية عصبية التانية، وتجيب الدنترايتس بتاعت الخلية العصبية الأولى والأكزون تيرمينالز بتاعت الخلية العصبية التانية ونوصلهم ببعض، الريجن أو المنطقة اللي هما متوصلين فيها مع بعض دي بيكون اسمها سايناب. أو لو احنا بنتكلم عن خلايا كتير هيكون اسمها ساينابس. لو انت لسه مش عارف يعني ايه ساينابس او مش عارف يعني ايه خلية عصبية تقدر انك ترجع تتفرج على الفيديو التاني. فتمام، فالمخ بقى عندنا هو مش في حالة استابيليتي او مش في حالة
انتظام، او يعني هو مش 1+1 يساوي 2 في المخ بتاعنا، مش من ساعة ما بنتولد لحد ما بنموت والمخ بتاعنا بنفس التشكيل ونفس التركيب ونفس الوصلات العصبية ونفس كل حاجة. في حاجة اسمها ساينابتيك بلاستيستي. دي ايه باختصار؟ باختصار انا عندي 4 نيورون، خلية عصبية رقم 1، خلية عصبية رقم 2، خلية عصبية رقم 3، خلية عصبية رقم 4. خلية عصبية رقم 1 متوصلة مع خلية عصبية رقم 2. النهارده جيت بعد بكره نمت، في الستيج دي ممكن الخليه العصبيه رقم 1 تروح تتوصل مع الخليه العصبيه رقم 3، والخليه العصبيه رقم 2 تروح تتوصل مع الخليه العصبيه رقم 4. في نوع من البلاستيسيتي، في نوع من الري اورجنايزد، اعاده التنظيم والتشكيل للمخ بتاعنا، لان هو مش في حاله استابيليتي او مش في حاله ريست دايما اللي هو من ساعه ما نتولد لحد ما نموت. لا، في حاله من الساينابتيك بلاستيسيتي، يا اما بنزود الوصلات العصبيه او التشابك العصبي، انه مثلا نوصل اكتر من خليه عصبيه في ساينابس واحده، او ان احنا نري اورجنايز يعني نغير الوصلات العصبيه من خليه عصبيه لواحده تانية ونكترها في المخ بتاعنا. ده بيزود الذكاء ويعمل حاجات كتيره قوي كويسه في المخ. بيقول لك so this stage is very important for memory and storing the information. بيقول لك ان الستيج دي مهمه جدا لتخزين المعلومات. ومعلومه على الطاير، المرحله دي بيحصل فيها طحن وجز الاسنان. الستيج التالتة ودي ال last step from the non rapid eye movement sleep او NREM. دي الستيج الأخيرة من ال NREM. بيقول لك الديوريشن بتاعتها او الفترة بتاعتها بتاخد حوالي 25% من السليبنج في العموم. مش هنقدر نقول انها بتاخد 25% من السليب سايكل. ليه؟ لان في بداية النوم، في السايكل الاولى من النوم، بيختلف عن السايكل الاخيرة اللي في النوم. وقت الستيج دي بيقعد ان هو يختلف من سايكل للتانية، فهي بتاخد حوالي 25% من التوتال سليب تايم. بيقول لك typically lasts for من 20 ل 40 دقيقة من الفيرست سايكل، و with shorter durations in later cycles. زي ما قلت لك، هو في السايكلز الأولى بتاخد من 20 ل 40 دقيقة، وكل ما بنتقدم للسايكلز الأخيرة اللي بنقرب إن احنا نصحى بتبدأ إن هي تكون شورتر وتبدأ إن هي تقل. البرين اكتيفيتي characterized by delta waves. احنا عرفنا يعني ايه waves. كان عندنا في الأول، في أول ستيج، في الستيج التانية N2 قلنا إن هنا اوكي، في الستيج الأولى قلنا إن هنا بيكون في ألفا ويفز بيحصل لها ريدكشن وبتقل، وثيتا ويفز بتزيد اللي هي التردد بتاعها من بين 4 ل 7 هرتز. عندنا بقى هنا اللي بيحصل ان الدلتا ويفز بتزيد اللي هي من بين نص لحد 4 هرتز، يعني الترددات بتاعه المخ بتقل خالص، الويفز بتقل خالص. بيقول لك which are slowest and highest amplitude brain waves. يعني النص دوت هو السلوست يعني يعتبر هو القاع، والاربعه دي هي highest amplitude، الحاجه العاليه اللي هي القمه بتاعه الويف. بيحصل فيه شوية physiological changes. أول حاجة البريسنج slow and regular. التنفس بتاعنا بيبتدي إن هو يقل ويبقى في حالة regular أو يبقى في حالة انتظام. البلاد بريشر بيدروب، الضغط الدم بتاعنا بينزل خالص، يعني اللي هو في حالة احنا في حالة سكون، احنا مش بنبذل أي مجهود. حتى الانتستين بتاعتنا مش بتكون في حالة نشاط مثلا ان احنا محتاجين الدم او كده، لا بنكون بس محتاجين الدم للحاجات الطبيعية زي التنفس، الحاجات بتاع الأنشطة بتاعة الدماغ اللي هي بتتعمل بصورة لا إرادية، فمش بنكون محتاجين ضغط دم عالي، فالضغط بتاع الدم بيدروب وبيكون قليل. بيقول لك بقى الماسلز are fully relaxed. بنكون دخلنا في الديب سليبنج، العضلات بتاعتنا بتسترخي على الآخر وبتكون fully relaxing. اوكي. The body engages in tissue growth and repair. في الستيج دي بقى الجسم بتاعنا بيدخل في مرحلة النمو ومرحلة الريبير. لو احنا عندنا مثلا تلف في تلف او تعوير او حاجات كتير، فيبتدي ان هو يحصل ريبير للخلايا في الستيج دي، وكمان بيحصل الجروث. عشان كده الستيج دي بتكون مهمة جدا للتشيلدرن والشباب اللي هم لسه صغيرين شوية، لسه صغيرين شوية من 10 مثلا ل 14 سنة، اللي هم لسه جسمهم بينمو. فالستيج دي بتكون دومينانت عندهم وبتكون مهمة جدا ان هم تكون موجوده في السايكلز بتاعتهم عشان يقدروا ان هم ينمو بصوره صحيه. بيقول لك the immune system is active. كمان الجهاز المناعي بيكون active في المرحله دي and prepares the energy for the next day. كمان الجسم بيحضر الانرجي لليوم التالي. تمام. في شويه significance.
بيقول لك deep sleep is essential for physical restoration. باختصار كده الديب سليب مهم جدا ان احنا نرجع بصحة في تاني يوم ويكون عندنا restoration للفيزيكال او للحالة البدنية بتاعتنا عشان نقدر ان احنا نعمل المهمات بتاعتنا في تاني يوم. وكمان مهم جدا للجروث و the stressing of immune system. يعني من الاخر كده الكلمة دي، الكلمة الغريبة دي بيقول لك ان هي مهمة، الستيج دي مهمة عشان تقوية الجهاز المناعي بتاع جسم الإنسان. بيقول لك it also plays role in declarative memory الفاكتس and knowledge. يعني مهمة في فكرة إن الحقائق العلمية أو الحاجات اللي إحنا بنلاحظها في حياتنا اللي الطفل بيبتدي إن هو يعرفها من ساعة ما هو بيتولد. Waking up during this stage can lead to sleep inertia where the person feels groggy and disoriented. بيقول لك ان انت تصحى في مرحله زي دي من الاخر هي حاجه مش حلوه، يعني بيحصل disorders وحاجات مش لطيفه. اصلا بيبقى صعب جدا انك تصحي حد من مرحله الديب سليب مهما حاولت معاه، ولو حاولت معاه بطريقه يعني بطريقه كبيره وقدرت انك تزعجه فعلا وتصحيه، فغالبا هو يعني هيصحى عنده ديس اوردر ومش هيصحى فايق، وهياخد له من نص ساعة لساعة كاملة عشان يقدر ان هو يتأقلم ويأدابت مع الوضع ويحاول ان هو يفوق. وكمان هيحتاج ان هو ينام في نص اليوم وهيبقى طول اليوم مرهق. كده وصلنا للستيج الاخيره او الستيج الرابعه وهي الريم سليب، الرابيد اي موفمنت سليب، واللي قلنا انها اسمها كده بسبب ان فيه حركه العين بتبتدي فيها. فبيقول لك ان the eye moves in this step، الاي بتتحرك في المرحله دي. so this is the cause of the naming، يعني من الاخر دوت السبب بتاع التسميه. الديوريشن بتاعتها بيقول لك انها initially last about 10 minutes but as the night progresses. بيقول لك من الاخر كده هي بتبدأ في السايكلز الأولى بتبدأ بحوالي 10 دقايق، وبيقول لك إنها ممكن extend up to an hour. بيقول لك إنها ممكن تزيد لساعة كاملة، وده بيحصل في الستيجز في السايكلز الأخيرة من النوم. البرين اكتيفيتي the brain becomes highly active، المخ بقى بيبتدي ان هو يبقى الاكتيفيتي بتاعته تزيد ويبقى highly active. this is paradoxical sleep because despite the brain's activity the body is paralyzed. يعني ايه الكلام ده كله؟ بيقول لك باختصار ان هو بيكون بارادوكسيكال. ليه بنقول عليها بارادوكسيكال سليب؟ بيقول لك على الرغم ان البرين بتاعنا بيكون اكتف وفي هايلي اكتيفيتي في البرين بتاعتنا، على الرغم من كل دوت، على الرغم ان البادي بتاعنا بيكون بارالايزد وبيكون ريلاكسنج وبيكون في مرحله من النوم، على الرغم ان مخنا بيكون اكتف وشغال بصوره قويه في الستيج دي. في شويه physiological changes. اول حاجه eye moves rapidly behind closed eyelids، زي ما قلنا ان العينين بتاعتنا بتبتدي تتحرك تحت الجفون. البريسنج become irregular and faster، التنفس بتاعنا بيبتدي ان هو يزيد ويبقى بصوره غير منتظمه. الهيرت ريت بينكريز، ضربات القلب بتاعتنا بتزيد. بيقول لك البادي تمبريتشر ريجوليشن از لوست، فكره الانتظام بتاع درجات الحراره بتاعت جسمنا اللي احنا متعودين عليه طول الستيج يبتدي ان هو يقل، ودرجه حرارتنا بتبتدي انها ترجع لطبيعتها وتزيد. وبيقول لك most dreams occur during this stage، الستيج دي مهمه جدا عشان بيحصل فيها الاحلام. في شويه significance. اول حاجه الرابid eye movement sleep هو crucial for emotional regulation، هو مهم جدا لتنظيم المشاعر والتعبيرات بتاعتنا. and memory consolidation، الميموري consolidation من الاخر يعني هو بيعمل ايه؟ بيقول لك بيبروسيس الانفورميشن from the last day and moves it to long term memory. باختصار هو بيبروسيس الانفورميشن من اليوم السابق عشان يدخلها ينقلها من الشورت تيرم ميموري ينقلها لللونج تيرم ميموري. عشان كده السهر في المذاكره او كده او التطبيق عموما مش بيكون مفيد جدا، لان المعلومات مش بنستفيد غير بكميه قليله منها، كل المعلومات الباقيه بتطير لانها مش بنلحق تتنقل من الشورت تيرم ميموري لللونج تيرم ميموري. احنا بنحتاج ننام وتاخد السايكلز الكفايه بتاعتك والوقت النوم الكافي عشان تقدر انك تبروسيس المعلومات والانفورميشن اللي انت ذاكرتها وخدتها ودرستها. بيقول لك كمان and brain development، التطور بتاع الدماغ او اي ريكفري بيحصل في الريم سليب. بيقول لك the paralysis atonia prevents the sleeper from acting out their dreams which is essential for safety. يعني ايه؟ بيقول لك في حاجه اسمها paralysis او اتونيا، دي بتمنع جسم الانسان او بتمنع الشخص من ان هو يأكت الحلم بتاعه
يعني الحاجه دي مهمه جدا للامن، للحاله السيفتي بتاعته. انا دلوقتي تخيلت ان انا بحارب او بتخانق مع شخص مثلا في الحلم بتاعي، الاتونيا دي بتمنعني ان انا اكت الخناقه دي وانا نايم، مثلا حاسس ان انا بضرب شخص بالبوكس وانا نايم، فالاتونيا دي هتمنعني ان انا اكت الموضوع ده وانا نايم، وان انا افضل اضرب بالبوكس واحاكي الحاجه دي وانا نايم عشان السيفتي بتاعتي. دوت اختصار للموضوع كله. اول حاجه ان ريم ستيج 1 دي ترانزيشن بيريد بتوين wakefulness اند سليب، بننتقل من مرحله ان انت صاحي مرحله استيقاظ لمرحله النوم، وبتاخد من 5 ل 10 دقائق. قلنا الموضوع ده بيختلف حسب السن والحاله والكونديشنز اللي حواليك. الستيج الثانيه ان ريم ستيج 2، والبادي ده بيحصل ايه؟ بيحصل البادي تمبريتشر بيقل، والهارت ريت بيجن تو سلو، الهارت ريت بتاعنا بيقل كمان، والبرين بيجن بروديوس سليب سبايندلز، وكمان بيلاست ابروكسيمتلي 20 دقيقة، بتاخد من حوالي 20 دقيقة من السايكل. الان ريم ستيج 3، ودي الستيج الاخيره من النون رابيد اي موفمنت سليب، بيقول لك ان الماسلز بتريلاكس، العضلات بتاعتنا بتسترخي بصوره بصوره قويه، وبنبتدي ندخل في الديب سليبنج. البلاد بريشر اند بريسنج ريت دروب، بينزلوا خالص، لو حاجه بس تكفي الجسم بتاعنا. ودي بتكون ديبست سليب اوكرز، دي اكتر عمق للنوم ممكن يحصل، وصعب انك تصحي شخص منه. الستيج نمبر 4 او الستيج الاخيره، وهي الرام سليب او الرابيد اي موفمنت سليب. بيقول لك البرين بيبيكم مور اكتف، المخ بتاعنا بيبقى مور اكتف، والبادي بيبيكم ريلاكسد اند امبلايزد. البادي بتاعنا بيكون لسه يعني في حالة من الريلاكسنج وحالة من الاسترخاء. عشان كده قلنا على المرحلة دي اسمها بارادوكسيكال. ليه؟ على الرغم ان المخ بتاعنا بيكون اكتف، على الرغم ان جسمنا بيكون مسترخي. الدريمز اوكر، الاحلام بتحصل في المرحلة دي. بيقول لك الاي موف رابيدلي، وده سبب التسمية بتاعتها. ودي اخر سلايد معانا، او اخر معلومه احنا محتاجين نعرفها، وهي السليب اركتكتشر اند تشينجز وذ ايج. السايكلز اللي احنا خدناها، في معلومه مهمه محتاجين نعرفها، ان احنا بناخد حوالي من 4 to 6 سايكلز في كل يوم بننام فيه، من 4 ل 6 سايكل بننامهم كل يوم، وبنحتاج ان احنا ناخد كفايتنا من النوم. كل سايكل منهم بتاخد حوالي من 90 ل 110 دقيقه في الطبيعي. فعندنا بقى سليب اركتكتشر اند تشينجز وذ ايج. اول حاجه الانفنتس دول اللي هم البيبيز، الاطفال اللي لسه مولودين حديثي الولاده. بيقول لك have more REM sleep. الرابid eye movement sleep دوت بيكون dominant عندهم more، يعني up to 50% من السايكلز بتاعتهم and shorter sleep cycles. يعني ايه؟ يعني البيبيز او الاطفال الصغيرين خالص بيقول لك ان هم عندهم REM sleep كتير. رابid اي موفمنت سليب، المرحله الستيج الاخيره بتكون دومينانت عندهم، بيقول لك انها بتوصل ل 50% من السليب سايكل. وبيقول لك شورتر سليب سايكل، يعني حوالي السايكلز بتاعت النوم بتاعتهم بتكون قليله، يعني حوالي 50 دقيقه. بيكون عندنا تاني حاجه، وهم الشيلدرن الادolescent، اللي هم باختصار الشيلدرن والتينيجرز، اللي هم التينيجرز اللي هم المراهقين. بيقول لك experience more sleep ان 3، بيكونوا محتاجين الان 3 او الديب سليبنج. ليه بيكونوا محتاجين الستيج الاخيره او الديب سليبنج؟ زي ما خدنا او عرفنا ان الديب سليبنج دي بيحصل فيها الريبير والجروث، هم محتاجين الجروث عشان يقدروا ان هم يكملوا بناء جسمهم ويطولوا. وكمان الاميون سيستم بيكون اكتف ساعتها وبيطور وبيطور نفسه. فاحنا كمان بيكون محتاجينها الشيلدرن والتينيجرز اللي هم المراهقين. بيقول لك الموضوع ده supports growth and development. الادلتس او الاشخاص البالغين اللي هم خلاص اكملوا الجروث بتاع جسمهم وحصل لهم كل التطورات الفسيولوجيه. الان ريم اند ريم سليب سايكلز established، يعني في حاله من الايكويفالنت، هم في حاله استابيليتي كده ومتساويين زي بعض. هو مش طفل صغير، مش بيبي محتاج ان هو الذاكره بتاعته تكون كويسه ويلقط كل حاجه والمهارات والسكيلز والكلام ده كله، ولا هو لسه تشيلدرن او تينيجر محتاجين ان هو يحصل له جروث. لا، هو شخص ادلت حصل له كل التغيرات الفسيولوجيه في جسمه، وكمان هو كامل النمو. فالان ريم والريم بيكونوا established في حاله من يعني الايكوفالنت في الوقت مع بعض. بيقول لك with about من 20 ل 25 دقيقه من السليب الريم سليب، يعني الرابيد اي موفمنت سليب بيحتل من 20 ل 25% من الوقت بتاع السايكل النوم. الاولدر ادلتس بقى، الناس اللي هم العجوزه او الناس الكبار، بيقول لك experience reduced sleep deep sleep. من الاخر كده الناس الكبار بيحصل عندهم
يعني reduction في الديب سليب. الديب سليب عندهم ال N3 بتقل and may have more fragmented sleep with frequent awakenings. يعني ايه الكلام ده كله؟ بيقول لك ان هو ممكن يحصل لهم fragmented في السليب، او السليب بتاعتهم من الاخر مش بيكون بكواليتي كويسه. يعني الكواليتي بتاعة النوم بتاعة الأشخاص اللي هم كبار السن بتكون مش كويسة، لأن ممكن يحصل لهم استيقاظ مفاجئ واستيقاظ كبير وهم نايمين بشكل متردد، إن هم يصحوا كذا مرة، فبتكون الكواليتي بتاعة النوم بتاعتهم مش كويسة. عشان كده بنلاقي إن كتير قوي من كبار السن بيكون عندهم أمراض بسبب النوم، بيكون عندهم أرق وحاجات كتيرة، ومش بيكونوا فايقين قوي يعني على قد الناس الصغيرين، يعني او الناس اللي بتاخد كفايتهم جدا من النوم والكواليتي بتاعت النوم عندهم كويسه. وبكده ان احنا نكون خلصنا وعرفنا عن ايه ذا سليب سايكل. لو انت لسه بتسمع لحد هنا ف I wish you all the best. لو في حاجه انت مش فاهمها، او في حاجه يعني المفروض محتاج انها تتحسن، او حاجه مش مفهومه، فتقدر انك تبعت لي او تكتبها، وانا مش هتردد ان انا يعني ارد واحاول افهمها لك. و I wish you all the best، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.